ايوه ايوه. مين؟ مش ده يا بنتي بيت عادل ابو جبل، الله يرحمه. ايوه بيت عادل ابو جبل. حضرتك مين؟ انا يا بنتي جاي حامل امانه فيها سر خطير، تسمحي لي بس عشان تعبان اخش استريح. تخش تستريح ازاي يعني؟ مش لما اعرف حضرتك مين ما تقول يا حاج عايز ايه؟ يا بنتي عندي سر خطير، دخليني، انا منيش خوف، هات اي راجل يقعد معايا، الموضوع كبير فوق ما تتخيلي، سر كبير قوي 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 فوق ما تتخيلي. اعمل معروف، مش قادرة اشيله، عايزة استريح يا بنتي. ماشي يا حاج، اتفضل ادخل. كتر خيرك يا بنتي. نشوف عايز ايه. اتفضل يا حاج اقعد، اتفضل. قول لي بقى يا حاج، ايه هو بقى السر الخطير اللي انت بقى مش عايز تقوله؟ يا بنتي مش هينفع اقوله الا في وجود اخوكي، لان السر ما يطلعش لفرد، لازم أن يطلع الاتنين. اخويا؟ هو انت تعرف اخويا منين؟ يا بنتي ده ماضي قديم، بالله عليك ما تقليش عليا، عشان انا جاي من سنين شايل شنطتي وشايل الأمان. بقول لك ايه يا حاج، انت ممكن تقول لي السر اللي انت عايز تقوله؟ ما انا برضه اخته. قول لي بقى، يعني مثلا ليك عند اخويا فلوس؟ اصل عارفه اخويا فاشل فاشل، وعلى طول دايما كده جايب لك كده دايما المشاكل والكافيه. ليك عنده فلوس؟ لا يا سرقك؟ نصب عليك؟ لا يا بنت، اخوكي مش فاشل. امال ايه؟ لا يا بنتي، هو بس لازم أن يكون حاضر، لان ده راجل، انت ست مش هتقدري تشيلي الامانه لوحدك، الامانه عايزه اتنين عشان يشيلوها، فلازم أن اخوكي. يبقى جايب لنا فلوس، اكيد الشنطه دي فيها فلوس، صح؟ يا بنتي انت لا بس بتجري معايا، خير الكلام ما صلى ودل. فلوس، يبقى انا ايه؟ انا اخد الفلوس وادي له انا الامانه. عارفه يا بنتي، انت فاهمه غلط، في امانات اكبر من الفلوس، الفلوس مش كل حاجه. خلاص يا حاج، انا اروح اصحي لك اخويا واجي بعد اذنك. اتفضلي. علي اصحى. ايه في ايه يا اخويا، بتاكل رز مع الملايكه؟ عدي الساعه عدي كده. ايوه صحيح، ده كنت ارش عليك كمان ميه عشان ادفنك مكانك. يا سلام. بقول لك ايه، في راجل عندنا في الركنه اللي بره، ماشي، بيقول ان هو حامل امانه كبيره وعايز يشوفك وعاوز يتكلم معاك. امانه كبيره؟ قد ايه؟ ما اعرفش شنطه كبيره قوي. شنطه كبيره؟ ايوه، وانا دخلته. هتلاقي بيبيع بتاع اللي هي الكلاسين واللي يلبس والفانيلات والحاجات دي، مش معاه يا عمي بتاع ايه وزفت ايه؟ بيقول انا معايا امانه كبيره، ممكن يكون يا لا معاه فلوس، مع حاجه بتاع كده. فتنة الواحد يدي لحد فلوس وخلاص كده. لا بتغوري. ما يمكن يا ابني ابوك الله يرحمه كان سايب لنا ورث كبير. ايه ابويا ميت بقاله 21 سنه، كنا صغننين كده ما نعرفش حاجه، ولا طالعين لا ام ولا حد، نضحك على بعضينا. بقول لك ايه، الراجل انا فتحت له الباب وقاعد بره، انت حر. انا اقوم اشوفه. يلا قوم شوفه. غوري، اعمل الشاي ولا اي حاجه. روح. طب مش هغور بقى، بقول لك ايه، انا عايزاك تصحصح كده يا اخويا. ما تغوري بقى، روح اعمل شاي. ده اخويا ده، انت اهو، هو راجل اهو. ايه يا حاج، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. خير ان شاء الله. اختي بتقول ان انت بتقول معاك امانه وعايزني ضروري. بيقول ان هو معاه امانه كبيره قوي. طيب روح انت اعمل بس شاي وانا هقعد مع الحاج كده. اتفضل يا ابني. نعناع. ها حاضر. اقعد يا حاج، اقعد. في يا حاج، يعني حد كان بعت هدوم يعني لحد توديها له ولا ايه؟ يا ريت يا ابني. يا ريت. انت منين يا حاج؟ انت من الفيوم؟ ايوه يا عشان ابني. كده بتقول يا ريت. ايوه يا ابني من الفيوم. بس انا الله يرحم ابويا كان من الفيوم. يس يلا الله يرحمه. يا ابني انا شايل امانه بقالها السنين كتير قوي، مش عارف عددها، لحد الحمل ما تقل عليا. طب يا حاج ايه الامانه وايه هي وانا دخلي ايه مثلا؟ طيب انا مش فاهم. ما تقول يا حاج على طول انت قلقت. ما هو يا ابني انت صاحب الامانه. يعني ايه صاحب الامانه؟ مش فاهم. اقول لك ايه بس،
اتفضل. اتفضل يا حاج. حاسب دايما حاسب. راميه شنطك كده في كل حته. خلاص. اتفضل يا حاج. منور الدنيا. اقعد يا كريمه اقعد. ايه الموضوع كبير ولا ايه؟ انا مش عارف، مش فاهم حاجه بصراحه يعني. قول يا حاج. قول. ايه بقى الامانه. يلا. كريمه. ايوه كريم. ايوه انا كريمه. ما شاء الله. جمالك يا حاج كده، انا حاسس ان هو يعرفنا ما شاء الله يا كريمه. طب اشرب الشاي يا حاج، اشرب الشاي. زي ما انت ما اتغيرتيش. مين زي ما اتغيرتش؟ زي ما انت والله. ما انا فعلا زي ما انا ما اتغيرتش. يا حاج انت انا مش فاهم منك طول حاجه. عمرك كنت زي البطه، مقلبصه كده وحلوه. حتى انت يا حاج عارف. يا حاج تعالى دغري، في ايه بالظبط عشان مش فاهم حاجه. سيبك بقى بكريمه وعارفها منين. هي ايه الشنطه دي بقى يا حاج؟ ايه الشنطه دي؟ ها؟ انت فيها فلوس؟ هتموت وتعرف فيها فلوس؟ كمل يا حاج كمل. سيبك منها. الشنطه دي ما فيهاش فلوس، ارتحتي؟ فيها ذكرياتي، فيها عمري. ذكريات. انت جاي تقول لنا ان الامانه ذكرياتك؟ ايه انا مش ذكريات. تضحكوا. قول يا حاج قول، ده انت بتقول حاجات حلوه هاتوا قوي. بروحكم. انت جاي انا حاسس انه عبيط. اما تعرفوا الموضوع هو تايه. ايوه والله. هتتغيروا 90 درجه 90 درجه في ثانيه. طب قول يا حاج. درجه الحراره دي ولا ايه؟ اصبر قول يا حاج. بص يا ابني، بص كل شيء. بص يا ابني يا حاج لخص، انا ورايا الشغل، انا نايم عشان مطبق. انت اسمك ايه؟ علي. علي ابو جبل، صح؟ ايوه علي ابو جبل. ايوه. وهي كريمه ابو جبل. كريم ابو جبل. ايوه. انت بقى انا عايز افهم انت مين. عندك 24 سنه. هو جايب السجل ولا ايه؟ جايب السجل يا حاج. ما تخلصني والنبي الله يبارك لك، انا عندي شغل عايز اتكل على الله. هو احنا يا حاج يعني كنا مقدمين على وظيفه؟ ما تقول يا حاج. جنة انت مواليد شقة في الاسكان. ايه ده؟ الله. مواليد 2001. حاج الله يبارك لك بالله عليك قول عشان نخلص. انت عايز ايه وبتسال علينا ليه وامانه ايه اللي انت جايبها؟ انت 2002. يا حاج سيبك من المواليد بقى. لان بعد علي امك الست العظيمه الله يرحمها راحت جايباكي. ما تلخص يا حاج وتقول انت عايز ايه. من الاخر كده يا اولاد، ايوه انا عايز الاخر ده. انا ابوكم عادل ابو جبل. نعم يا اخويا. انا ما متش، احنا ابونا انا مات من موجود. 20 سنه. ابونا مين؟ انت بتقول ايه؟ اسمع يا علي، صدقني عشان ما ترجعش تندم. يعلم ربنا انا ابوك. هو الميت بيرجع تاني من انا التربه؟ ابوكي. حاجه غريبه قوي. انا ابويا اتحرق. اسالكم سؤال، ما كنتش انا، كنت انا واربعه اصحابي. طب واحنا فيها؟ كنت خايف على الاوراق لا تضيع مني. يعني انت معاك كل حاجه؟ اوراق عطتها له يشيلها. لما مات افتكروا ان انا بقول لك ما ايه؟ لقيتش اوراق انزل بيها. عشت حياتي مفيش اوراق. ولا عارف اشتغل، اوراق محمد. وخايف الشرطه تاخدني. بقول لك ايه يا حاج، انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ متاكد يا ابني. طيب لو انت كلامك بقى صح احنا نروح نعمل تحليل دي ان ايه. موافق. يلا بينا. يلا يا ابني. خش. معقول يابا؟ معقول تطلع ابونا؟ معقول بعد كل العمر ده؟ الحمد لله. انا مش مصدقه. الحمد لله اني لقيتكم. بس انت يابا كنت غايب السنين دي كلها فين؟ هي دي الأمان. مش عارف أنزل بعد ما كل أوراقي راحت. كل همي 21 سنة محتاج لكم. 21 سنة كنت محرومه من كلمه الاب دي. 21 سنة من غير أب. بقالي 21 سنة انا مش قادره اتخيل انك انت طلعت ابويا. ياه. حاسه انا بحلم. هي دي أكبر أمانة. هو ده رصيدي في الدنيا. يا هو الكنز اللي بدور عليه بعد العمر ده كله. تعالى يابا. الحمد لله إني لقيتكم. انت من هنا ورايح هترتاح، مش هتتعب تاني. انت تقعد معزز مكرم في الأرض بتاعتنا دي، وأنا هعمل لك اللي انت عايزه كله. سمعني يابا. الحمد لله يا رب. الحمد والشكر لك يا رب. معلش يابا ما تزعلش نفسك، انت زعلان ليه؟ ده أنا فرحان مش زعلان. خسارة يا خسارة. الحمد لله. عروسة زي القمر يا كريمة. كان نفسي يابا، وأنت كان نفسي اقضي العمر كله معانا. كان نفسي وانا صغير لحد ما كبرت تبقى قدامنا. بس الحمد لله يلا يا علي، الحمد هو رجع لله بالسلامة. الحمد لله. قدر الله بما شاء تعالى فعل. يابا ارتاح تعالى. والحمد لله يا أولاد. بص يابا من هنا ورايح، من هنا ورايح ها انا هفضل اقول يابا
في اليوم مثلا 50 مره يا بابا يا بابا يا بابا. انا هقوله 100 بقى ونشوف بقى مين اللي هيعلي. قولي 1000. تعالي، هو احنا جايين التحدي نفسي هنا؟ اسمع بابا. كنت امشي في الشارع ملقاش حد لا ما حتى يقول لي تقلقش، سلام عليكم. احنا نعملها لك رنه. هناك ما صح ولا حدش لا؟ بيكلم حد، اسكت خالص. كل واحد في نفسه. من كده. يلا يابا تعالى. ايوه يا كريمه، تعالى. وحشاني قوي. انت كمان والله يا ابو. وانت علي حبيبي. والله يابا انت اللي وحشنا اكتر بكتير. انت لو تعلم اللي في قلبي والله العظيم ما هقول لك هتعمل ايه. ربنا يفرحني بيكم يا ولادي حبيبي يا بابا. ويسعدكم ويخليكم ليا يا رب. يلا نفسي يابا. ربنا يديني فرصه ويديني طول العمر. تعالى بس ارتاح عشان انت عشان تعبان. اعوضكم. انت جاي من سفر. ماشي. انت جاي من سفر يابا. انت جاي من السفر يا بابا.